ليلى مراد من مطربين الزمن الجميل ومن اعز الناس على قلوبنا كلنا وعلى ناس كتيره جدا بيحبوها. فكان النهارده الحلقه هتتكلم عن عبد الحليم والدويتو الشهير اللي مع ليلى مراد، اللي طبعا ما اتذاعش في التلفزيون ولا حاجه، هجيبه لكم. وكمان قصه عماره الإيموبيليا اللي كان ساكنين فيها كل فنانين الزمن الجميل. ايه قصه العماره دي، وبالتحديد شقه ليلى مراد ايه اللي حصل فيها؟ تابعوا معايا عشان تعرفوا القصة الشهيرة للعمارة دي، وتحديدا شقة ليلى مراد وايه اللي حصل فيها. يلا بينا على الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك قبل ما تدخلوا على الفيديو. اهلا بيكم في قناة اعز الناس، وبشكركم كلكم على الاجابات وعلى التفاعل في الحلقة اللي فاتت، وبشكر كل اللي قال لي ودعالي بالشفاء، شكرا ليكم. اتمنى يكون الفيديو ده افضل من اللي فات، وكمان عايزاكم تستنوا الفيديو اللي جاي لانه هيبقى فيديو ذكرى عبد الحليم. هحاول اني اعمله فيديو يكون لائق بيه وفيديو يكون حلو جدا، فتابعوني دايما عشان تشوفوا كل حاجة حلوة لاعز الناس. بالنسبه لليلى مراد بقى، ليلى مراد كانت عامله دويتو شهير جدا مع عبد الحليم، وعبد الحليم كان بيحبها من الاصوات المحببه لقلبه. حتى كانت اغنيه تخونوه كانوا بيقولوا انها معموله اصلا لليلى مراد، لكن حصل حاجه كده ان خلت ليلى مراد ما تاخدش الاغنيه وغناها عبد الحليم. غناها عبد الحليم حلو جدا برضو، وكانها برضو معموله ليه. الحب جميل للي عايش فيه، الحب جميل للي عايش فيه، له ألف دليل، اسألوني عليه. وكان عبد الحليم بيحب قوي يسهر في السهرات اللي فيها الفنانين وخاصه ليلى مراد. ومنير بيضرب على العود، ومن بين الكورس الأستاذ عبد الحليم حافظ. سنة وانا حايل فيك ودموع العين تناديك، خاصة ليلى مراد. خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك، ليه خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك، فين اهرب من حبك، روح منك لله، قولي خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك. ليلى مراد من مواليد 1918 في حي الاسكندريه. هي كانت يهوديه الاصل، باباها زكي مراد، علشان كده هي عندها ولد اسمه زكي على اسم باباها. باباها زكي مراد كان مطرب وكان ملحن كمان، فكان صوته حلو وكان بياخدها في الافراح وتحيي الافراح معاه والحفلات، فكانوا يعني مشهورين بصوتهم الحلو ده. عشان كده ليلى مراد بدات من سن صغير جدا، من حوالي 14 سنه وهي بتغني مع والدها في الحفلات والافراح. وقابلها بقى المخرج توجو مزراحي، وبرده ده كان يهودي وحبها جدا وخدها في افلامه وعمل لها حوالي 5 أو 6 افلام. وكمان كانت في اثناء الافلام دي كان انور وجدي ممثل لسه يعني مبتدئ مش مشهور زيها، حبها وهي كمان حبته، فاتجوزوا لمده 8 سنين. اتجوز ليلى مراد مده 8 سنين، بس كان بينهم مشاكل كتيره جدا. المشاكل دي ادت للطلاق 3 مرات، 3 مرات طلقها، وفي الاخر انفصلوا واتجوزت في السر طيار، خلفت منه ابنها اللي هو اشرف اباظة. بس ليلى مراد لما اتجوزت انور وجدي سنه 1945 كانت لسه يهوديه. بعد سنه من جوازها سنه 1946 اعلنت اسلامها واصبحت مسلمه. اسلمت هي واخوها منير مراد، وكان ليهم اخ كمان اسلم هو كمان. بس زي ما تقولوا بقى اليهود كانوا متغاظين قوي من الموضوع ده، وعايزين برضو دايما يشوهوا صوره ليلى مراد او يعتبروها ان هي برضو ما زالت يهوديه، لان لما ماتت ليلى مراد الاذاعه اليهوديه اعلنت خبر وفاتها بكل اسى وحزن، وقالت توفت المطربه اليهوديه مع انها هي مسلمه. لكن هم بقى عشان متغاظين لانها اسلمت حبوا برضو ينسبوا اليهوديه ليها مع انها اسلمت.
بعد بقى ما اتطلقت من وجيه أباظة اللي هو الطيار اللي خلفت منه ابنها أشرف، اتجوزت فطين عبد الوهاب، وفطين عبد الوهاب خلفت منه ابنها زكي فطين عبد الوهاب. زكي فطين عبد الوهاب ده ورث شقة أمه اللي في عمارة الموبيليا أو الموبيليا. عمارة الموبيليا دي فيها فنانين كتار، عارفين كده لما تسرحوا مع العمارة دي تحسوا ان انتوا دخلتوا في زمن جميل قوي قوي قوي، وعشتوا كده لحظات ايه ده، ايه الفخامة والجمال ده. وكمان عشان هم فنانين بيحبوا بعض كانوا كمان بيحبوا ان هم يسكنوا مع بعض. يعني عمارة فيها اكتر من 30 او 40 فنان ساكنين في نفس العمارة، بيتزاوروا بقى وبيقابلوا بعض اكيد في الطلعة وفي النازلة. عارفين انتوا لما يكونوا بيحبوا بعض فبيحبوا انهم يتجمعوا في مكان واحد. فعلا زمن جميل. كان في بقى اسمهان وفريد الأطرش ومحمد فوزي وليلى رستم وعبد الوهاب وشادية وناس كتيرة جدا ساكنة في عمارة الموبيليا دي، من ضمنهم شقة ليلى مراد. بس شقة ليلى مراد بقى كان فيها حاجة غريبة جدا، قصتها يعني يمكن تكون مشهورة وفي ناس مش عارفة. كان ابنها زكي فطين عبد الوهاب ليه صاحبه المخرج خالد الحجر، ده كان بيحب ليلى مراد جدا، يعني من معجبين ليلى مراد ومن عشاقها. فقال لزكي انا عايز اشتري منك الشقة. طبعا زكي قال له انا شقه ماما دي يعتبر تراث. يقال بقى ان هي اتوفت وماتت في الشقه دي، وفي مقوله تانية بتقول لا ان هي كانت ساكنه في جاردن سيتي. انا الحقيقه مش عارفه ايه الحقيقه، ان في ناس بتقول ان هي اتوفت في الشقه دي اللي هي في عماره الموبيليا وماتت فيها، وناس بتقول لا هي كان عندها شقه في جاردن سيتي عاشت فيها بقيه عمرها بعد ما اعتزلت. يعني بعد ما اعتزلت سابت عماره الموبيليا وراحت جاردن سيتي. سواء كده او كده الشقه دي قعد يزن خالد الحجر ده ان هو ياخد الشقه باي شكل، وفطين عبد الوهاب وزكي فطين عبد الوهاب بيقول له ابدا ما ينفعش تاخدها، انا دي تراث امي وورثي الوحيد. الحاح شديد منه انه لازم ياخد الشقه ويشتريها عشان هو مش ساكن فيها يعني زكي. فراح زكي قال له طب بص انا عندي اقتراح تاني، انت خدها ايجار. هو بقى المخرج قال انا بحب الفنانه ليلى مراد ومش هيفرق معايا سواء ايجار سواء ملك، ان انا عايز اعيش في الشقه. عاش في الشقه وراح ساكن في الشقه. بيقول اول يوم سكنت في الشقه وانا قاعد في المكتب بقى بكتب كده سيناريوهات وحاجات، اتخيلت بحد لابس روب ابيض وشعره اسود. بيقول يمكن اكون تعبت وبيتهيألي. راح نام، وهو نايم حاسس ان في حد بيهزه على السرير، حاسس ان في طيف مش مظبوط في المكان. برضو اعتبر ان هو بيتهيأ له، لكن الموضوع ده كتر معاه قوي. قال طب وبعدين بقى الصبح يصحى يفتح الشبابيك عشان يشيل الطاقه السلبيه من الشقه ويهويها، يرجع يلاقي الشبابيك دي مقفوله. الحقيقه انا مش عارفه هو ازاي استحمل ان هو يلقى الشبابيك مقفوله بعد ما روح ويبات فيها تاني. المهم بات فيها تاني، وبرضو حلم ان حد زي بيصحيه بيزقه، وفي صوات وصريخ واصوات جامده جدا. برضو قال انا يمكن يكون بيتهيألي. واليوم راح اتضايق ونزل البوابه قال له انا مش عارف الشقه اللي فوق دي هي فيها حاجه. قال له ايوه يا بيه الشقه دي مسكونه، والشقه اللي في الدور الخامس كمان مسكونه. في اليوم نفسه اللي راح يأجر الشقه من زكي بيقول سمعت حد بيقول لي اهلا اهلا، بس برضو بيقول يعني كدبت نفسي. بعد كده لما جه له بقى واحد صاحبه يزوره في الشقه وهو ما كانش حكي له حاجه عن الحاجات دي. صاحبه بيقول له انا شفت واحد واقف على باب الحمام. قال له لا ده انت بيتهيألك، مع انه هو عارف كويس جدا ان هو مش بيتهيأله. مره تانية برضو بيقول ان هو جاب واحد تاني صاحب تاني ليه قال له انا اتخيلت بحد ماشي في الشقه. كده الموضوع زاد عن حده قوي واصبح رعب. انا مش عارفه ازاي كل الرعب ده وهو ما زال متمسك بالشقه. الشقه زي ما هتشوفوها كده كلها صور وحاجات اثار، فعلا صور كتير. حتى هي كانت بتحب عبد الحليم، حتى صور عبد الحليم وصور فنانين بتحبهم في الشقه، مع انها شقه يعني خاصه بيها هي بس، لكن برضو حاطه فيها صور الفنانين اللي هي بتحبهم. فبعد كده بقى راح المخرج خالد قال لزكي على الحاجات دي. فراح زكي قال له فعلا انا كنت ساكن فيها وكل اللي انت بتقوله ده حصل، لان الشقه فعلا مسكونه. راح قال طيب مسكونه نطلع منها العفاريت. راح جاب شيخ، قعد الشيخ يقرا قران كتير وقال له الشقه مسكونه بجن مسالم، يعني حاول تأقلم نفسك معاه. قال ماشي. نام، صحي من النوم حس ان في صوت كده جامد قوي في الشقه وصريخ وصوت جامد. فراح قام كده وقال لهم من فضلكم وطوا صوتكم شويه. راحوا فعلا وطوا صوتهم شويه، يعني حاول ان هو يتأقلم معاهم. بس زي ما تقولوا برضو هم متضايقين ان هو هيفضل قاعد لهم،
فراحوا بقى مره تانية ما سكتوش. بيقول صحيت من النوم على صوت الدواليب عماله تتفتح وتترزع، وقلت اسكتوا بس ما سكتوش. خلاص بقى هم فاض بيهم وهو كمان فاض بيه. راح قال لا انا خلاص همشي واسيب الشقه دي، وفعلا مشي وساب الشقه ونزل في الاسانسير. لا الاسانسير برضو اتعطل بيه في الدور الخامس. قال له يعني الكلام ده صحيح؟ مش يعني انا مش بيتهيألي؟ قال له لا مش بيتهيألك، الشقه دي مسكونه من زمان. وكده عماره الاموبيليا اصبحت مهجوره، يعني مش بقاش ناس ساكنه كتير. لما سالوا البواب قالوا مين اللي ساكن بقى في العماره دي دلوقتي؟ قال لهم عباره عن شركات وناس، يعني مكاتب وحاجات من دي، مش ناس كتيره يعني. فالعماره دي انا اللي بيعجبني فيها بس ان انا لما بتفرج عليها كده حتى في الصور بحس انها رجعت لسنه 70، يعني عارفين اللي هو سنين حلوه كده وايام طعمها حلو وجميله يعني، بغض النظر بقى عن العفاريت والحاجات اللي احنا سمعناها. عايزه اقول لكم حاجه، عايزه اشكركم كلكم بصراحه على تفاعلكم في التعليقات وعلى دعائكم ليا بالشفاء. وعايزه اقول بقى اجابه السؤال اللي فات في الحلقه اللي فاتت بتاع النبي اللي ذكر اسمه كتير في القران هو نبي الله موسى. الاجابات ديت هي الصح. والممثل اللي رفع قضيه على عبد الحليم عشان اعتبر ان عبد الحليم شتمه هو صلاح نظمي. مين بقى اللي اجاوب الاجابات الصحيحه دي؟ هقولها معاكم. الاجابات كانت من زينب بكر، جاوبت اجابه صحيحه على السؤالين، وعلي ابو موعود برضو جاوب، وهو من اعز المشاهدين على قلبي بصراحه لانه من المتابعين المخلصين لعبد الحليم، واتمنى له كل التوفيق هو واهله واصدقائه، ودايما يا رب يتابعوني ده. وسلمى محمد جاوبت اجابه صحيحه. انس عشماوي برضو جاوب اجابه صحيحه. بشكركم كلكم، واللي ما جاوبش اجابه صحيحه برضو بشكره، وكل التعليقات، وبشكر الناس اللي كلمتني على الخاص تطمن برضو عليا. شكرا. يعني مش عارفه اشكرهم ازاي بصراحه على اهتمامهم وعلى دعائهم. دلوقتي بقى هقول لكم السؤال الديني الجديد في الحلقه دي، واتمنى ان انتوا تجاوبوا الاسئله في التعليقات. السؤال الديني بيقول من هو الصحابي اللي لقب بذي النورين؟ ده السؤال الديني. والسؤال الفني بيقول عبد الحليم عمل فيلم مع فاتن حمامه اسمه ايه؟ ايه اسم الفيلم اللي مثله عبد الحليم مع فاتن حمامه؟ اتمنى بقى تجاوبوا في التعليقات، واشكركم جدا على المتابعه الجميله، وانتظروا بقى الحلقه الجايه في ذكرى عبد الحليم ان شاء الله، تبقى حلقه جامده جدا، واتمنى ان انتوا تشتركوا ونكبر قناه اعز الناس. شكرا جدا على المتابعه.